السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. حطوا لايكاتكم الجميلة، كومنتاتكم الحلوة، كل سنة وانتم طيبين. يعني خلاص 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 رمضان سيدنا وبيلم أشياء وماشي. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم يا رب الأيام بالخير واليمن والبركات. النهارده بقى احنا نزلنا فيديو البسكوت. النهارده انا عارفه ان انا متاخره عليكم، بس يعني ايه، الحمد لله طبعا على كل حال. النهارده بقى هنزل لكم ايه، فيديو كحك العيد. مش لازم يعني يبقى عندنا عيد علشان نعمل كحك العيد. كحك العيد ممكن نعمله في اي وقت، مع ان انا كان عندي ملبن اهو من السنه اللي فاتت. كنت عمال اقول هعمل النهارده هعمل بكره، وكنت بصراحه بكسل ان انا اعمل، مع ان الحاجات دي كانت عندي في الفريزر. انا جبته السنه دي كيلو ملبن بس اهو، بس شكل كده مش هستعمله دلوقتي، لان دوت انا كنت جايباه وعجناه ومظبطاه. عجناه بقى بايه، معلقه سمنه بلدي، وكمان إيه بتبيض. ما كانش يومها عنده سوداني فما حطيتش سوداني. النهارده بقى هنعمل مقادير 3 كيلو كحك. هنقول مقادير الكيلو وهنقول مقادير ال 3 كيلو. الكيلو الدقيق عليه 550 جرام من السمنه، وكمان عليه معلقه ريحه الكحك، وعليه معلقتين لبن بودره، ومعلقتين سكر، وذره ملح، ومعلقتين معلقه كبيره بيكنج باودر. وهنحط ريحه السمنه البلدي وريحه جوز الهند، واي روايح عندك انت بتحب تحطيها حطيها. وهنحط كمان سمسم هيكون ابيض. والسمنه بتاعتي انا يعني علشان يفضل معاكي الكحك بتاعك، احنا مش هنعجنه بلبن، هنعجنه بميه. الكحك بتاعك علشان يفضل معاكي فتره طويله يقدح السمنه قوي. يلا بينا بقى نبدأ كده، نسمي الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا أنا جايبة هنا أهو 3 كيلو دقيق أهوت. دول 3 كيلو أهو. هنعمل مقادير 3 كيلو. مقادير ال 3 كيلو كام يا لبنى؟ بتاع إيه؟ كيلو و650 جرام من السمنه. كيلو 650 جرام من السمنه. ولازم نقدح السمنه قوي، وعلشان نختبر السمنه بتاعتي على البوتاجاز اتقدحت ولا لا، حط فيها رغيف عيش كده. يعني رغيف العيش لما تلاقيه احمر معاكي وبقى لونه احمر، اعرفي ان السمنه بتاعتك اتقدحت وخدت ايه درجه القدحان الجميل. يلا بقى نحط ال3 كيلو دقيق بعد ما ننخلهم، وهنحطهم في الحله ونرجع لكم تاني. ايه المقادير الجافه اللي هي عباره عن ايه، ان نحط بقى السمسم بتاعي. سمسم مش متحمص خالص اهو. ليه مش متحمص؟ علشان اساسا السمسم بتاعي هينزل عليه السمنه، لونه هياخد لون، عشان ما ياخدش ايه اللون اللي هو يبقى غامق او اسود او كده. طبعا حطيت هنا ايه معلقتين كبار من السمسم، وهحط هنا ايه دول 3 معالق لبن بودره اهو. بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو 3 معالق من السكر البودرة. هنحط بقى ريحة الكحك. طبعا انا جايبة دول ب5 جنيه، مش يعني ريحة الكحك مش غالية ولا حاجة. هنحط معلقة هرمية كبيرة كده اهو من ريحة ايه الكحك. نحط كمان حبة اهو. يلا بس كده. هنحط ذرة ملح خفيفة. هنحط ايه هنحط معلقة كبيرة ايه بيكنج باودر. بصي يا زياد، هنقلب بقى ايه المكونات بتاعتنا كلها كده تجفف في بعضها اهو. طبعا هنا معايا خميره اهو، بس انا مش هحل الخميره دلوقتي، عشان لو حطيت الخميره وحطيت عليها اللبن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حطيت عليها السمنه بتاعتي، فممكن تفسد معايا الخميره. فالخميره بتاعتي هفكها في ايه، في كوبايه. العجينه بتاعتي دي مش هتستخدم اكتر من 200 جرام من الميه. فانا ايه يعني قيمه كوبايتين، يعني كوبايه ميه. فانا ايه هدوب في كوبايه الميه دي الخميره بتاعتي، نعجن بيها. اخر حاجه هنحطها ايه الخميره اهو. بسم الله ما شاء الله.
كل حاجه كده اتقلبت في بعضها اهو. اللي بايدي انا اصلا كده كده هعجن بايدي، وكل حاجه هعملها بايدي. بسم الله كده، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يجعل قرفتها خفيفه يا رب، وتطلع كده شويه كحك كده زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. اهو حطوا بقى يعني احنا هنا بقى بنختبر السمنه بتاعتنا اتقدحت ولا لا. بسم الله ما شاء الله، لازم تقدحي السمنه علشان تبقى ريحتها حلوه والكحك بتاعك يفضل معاكي وقت طويل، يعني ما شاء الله. هننزل بقى كده ايه نشتغلها. شوفوا مره اهي، دي اختبار. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب ان شاء الله، يبقى شويه كحك ناعمين وزي العسل. ننزل بقى بالباقي. بسم الله. هنحط ريحه ايه جوز الهند قبل ما نبس بقى الحاجه بتاعتنا كده، وريحه السمنه البلدي اهو. دي ريحه السمنه البلدي. وامسكها بقى ايه، ابسها كده تبرد بس كده، وامسكها ايه ايديا بس تتحملها، وامسكها ايه ابسها كده. طبعا البس مش زي العجين، العجين حاجه والبس حاجه. بس ان انت تمسكي الحاجه كده ايه على ايدك كده كده اهو كده، بس عشان هي سخنه مش عارفه امسكها بايديا. افضها على حاجه عشان تبرد معايا بسرعه. طبعا هنمسكها ايه نبسه كده. هنا بقى ايه شوفوا ما بردت اهو. بس كده لازم تبسها كده اهو، ما يكونش فيها بلابيز ولا يكون فيها اي حاجه اهو. شايفين؟ عشان يطلع معاك شويه كحك ناعمين وزي العسل ما شاء الله. وطبعا الملبن بتاعنا عجناه اهو، وحطينا له شويه السمسم اللي كانوا فاضلين معانا على الزبيب اللي كان فيه. وهنعمل بقى ايه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي حبايب قلبي كده، زادوا النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. شوفوا عامله ازاي. طبعا مش هعجنها الا لما ايه، لما تبرد.
لازم تبرد معايا، وبعد كده ايه نحجنها. ما شاء الله. هنا بعد ما بردت اهيت، بسم الله ما شاء الله، وبستها كده كلها ببعضها. شوف عامله ازاي فروله وحاجه زي الفل. ننزل بقى بالخميره بتاعتي اهو، عاملاها في ميه، نص فنجان ميه، وكمان عاملاها في نص معلقه سكر من بتاعه الشاي. ونبدا طبعا ايه، العجينه بتاعتي ما بتتعجنش، لفها كده. حط 200 جرام ميه، يعني كوبايه ميه ايه كويسه يعني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. بقى كده بعد ما خلاص عجنت العجينه بتاعتي، غطيتها بكيس كده علشان تبقى ايه طريه معايا وما تنشفش مني. وهاجي بقى ايه اقرصها تقرصها كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى افتحها فتحات كده اهو. ومعايا هنا الملبن متقرص يعني متكور كور صغيره كده. هبدا بقى ان انا ايه اقفلها خالص من كل الاتجاهات. بعد كده نعملها كده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. مش هبطط عليها خالص ولا اي حاجه خالص اهي. هعدلها بس كده. واجي بقى بالمناقيش بتاعتي اهو، واعملها زي ما انتم شايفين كده. يا رب تطلع بقى ايه ان شاء الله كده ايه كل حاجه تبقى معاكم. وكل المقادير اللي انا حطيتها معاكم في الكاميرا الحمد لله. يعني ان شاء الله حبه كحك كده يطلعوا ايه زي العسل ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهبدا بقى ايه انقشها بالنقش الطريقه دي كده. استنوا. والصينيه ديت اللي انا كنت عامله فيها البسكوت، بسم الله ما شاء الله، بتدخل معايا الفرن. بدات بيها ان انا ارصها الاول اهو. هبدا بقى احشي الكحك انقش الكحك بتاعي بالطريقه ديت. وبعد ما نخلص بقى نطلع مع بعض ايه قدام الفرن كده بتاعنا، اجواء كده جميله وروحانيات حلوه. وكل سنه وانتم طيبين. هنكمل بقى كده بالطريقه ديت لحد لما نخلص كده ايه الحبه بتوعنا. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي خلصنا عمايل الكحك بتاعتنا اهوت، حطيتهم في الصواني عشان يدخلوا على الفرن على طول. كحك العيد هي بستوي. طبعا مش انا اللي انا نقشت الشويه دول وبقيت اقرص كده لاولادي وهم ينقشوا حواليا. حاجه كده اجواء جميله وحلوه. فرجوا على كل النقش سنه يا بتاعك. رب. دي يعني نقشتي. دي نقشه زي عمر. علمتهم بقى علشان ما تحتاجيش لحد وما تقوليش لحد تعالى ولا اي حاجه خالص. بسم الله ما شاء الله. مع ان والله المتطوعين كانوا كتير بس يلا شوف جم بقى، مرتين وما اول ما عملناش. بدأنا كانت كده. اول ما بداوا كل حاجه في اولها بتبقى صعبه وبعد كده بتبقى سهل. يلا بقى نعمل ايه، نحطهم بقى في الفرن. كل سنه وانتم طيبين. اتبقى معايا ملبن. طبعا الملبن دوت بقى ان شاء الله مش احطه بقى في الفريزر ولا حاجه. هعمل ايه ان شاء الله ابقى اعجن قيمه كيلو بس. يعني هعمل كيلو عجين. والكيلو الكحك بياخد قد ايه يا لبنى؟ ملبن بياخد نص كيلو. ودوت يعني ما شاء الله يجي لهم نص كيلو اهو. فانا هعمل كيلو كحك ان شاء الله باذن الله علشان ما يترماش بقى وطول عندي في الفريزر. فالحمد لله كل حاجه بتبقى في البيت حلوه. حاجات سهله وبسيطه وما شاء الله استلمنا من البيت. ربنا يبارك يا رب في كل بيوتنا، في كل امهاتنا وفي كل اخواتنا وفي كل حبايبنا اللهم امين. يلا بقى ايه نعمل، نولع الفرن بتاع لبنى اللي زيت صلحه لها ونحط البسكوت الكحك.
هندخل الكحك بتاعنا في الفرن. لسه انا هاخد بقى بتصور. صينيه واحده كده، اطلع اولع الفرن، هما يجيبوا لي بقى الصينيتين دول ايه فوق كده، ايه سريع سريع كده ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. نواعم العيد ما شاء الله. يلا هنا بقى طلعنا ولعنا الفرن اهوت، بسم الله ما شاء الله. يا ربنا بقى يبارك لنا يا رب كده ويرزقنا برزق من واسع، اللهم امين. وهنا بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عسل 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 ما شاء الله. مهديين النار من فوق علشان ما يتلهبش، ولازم تهدي من تحت بعد ما يحمى معاكي وتسيبيه عشان الكحك بتاعك يستوي وما يبقاش قلبه عجينه من جوه ولا اي حاجه. هنقفل. انا بحب ارد الفرن عليه كده اهو كده، وبسيبه بقى كده ايه لحد لما يستوي معايا. الكحك بتاعي بدأ بقى ايه ينفنش كده وما شاء الله. ده معنى كده ان الكحك بتاعي ناجح 100% ما شاء الله. يعني حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا كده نشوف الكحك بتاعنا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. حاجة كده ايه عسل. نظبط الإضاءة علشان احنا قاعدين في الأوضة ايه مقفول. بسم الله ما شاء الله عامل ازاي اهو، لون وطعم وريحه، وشوفوا من تحت عامل ازاي. حاجه كده ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لو انت حسيتي ان الكحك بتاعك شادد يعني ساح كده معاكي، ما تخافيش، ساعه لما بيبرد بيتحرك معاكي وبيبقى زي الفل زي ما انت شايفه كده. حاجه كده زي العسل. شوف الكحك بتاعنا كده بصراحه، شوف عامل ازاي. طبعا هو لسه سخن كلته ملبن وهايش ونافش وزي الفل ما شاء الله. احنا بقى صايمين مش هنعرف ندوق بعد الفطار. وهنا بقى اللي في الفرن اهو بسم الله ما شاء الله. ده اخر حاجه معايا في الفرن ما شاء الله. عامل ازاي حلويات حلويات يا حاج اهو ما شاء الله. شوفوا حاجه كده قشطه. ساعة لما يبرد معاكي تحطيه في قلب الايه الفرن، في قلب الحاجة بتاعتك. قرب هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الكحك بتاعي اهو بسم الله ما شاء الله. ارضيته حلوه زي الفل. تسيبيه بقى لما يبرد كده بسيط يشد كده من الصينيه، وبعد كده ترصيه في الحله بتاعتك او في الحاجه بتاعتك اللي انت هترصيه فيها اهو بسم الله ما شاء الله. ترصي بقى كده وتحط السكر وقت الاستخدام. يلا حبايب قلبي